السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. ايه رأيكم بقى في الحلة الكبيرة الجامدة دي؟ عملتها بالمكنة الورق عنب. عايزة اقول لكم انا ما بستغناش عنها نهائي، بس كانت بايظة عندي. ولما لقيتها، طبعا انتوا عارفين كلكم اللي انا بشتغل اونلاين، فاول ما لقيتها نازلة معايا في شغلي فجبتها. قلت لا ما بديهاش بقى، انا هعمل لكم برضو ريفيو عليها عشان اوريكم دي مظلومة. عايزة اقول لكم ديت يا جماعة ب 30 جنيه بس، ولا ب200 ولا ب100، مش الأصلية العادية. عايزة أقول لكم فظيعة. تعالوا بقى أنا أقول لكم أنا عملتها إزاي عشان يطلع الصباع معايا بالمنظر ده. بس هنمشي بالظبط زي ما هقول لكم. بصوا يا جماعة، هي معايا هنا بواحد واتنين وتلاتة. تمام، انا جبتها وقصرت الشريط 3 اقطار. يعني جبت كده الشريط بتاعها، فكيت اللي هم الخياطة بتاعتهم. بصوا يعني انا هوريكم الاول. بصوا الصباع هيطلع ازاي، وبعد كده هقول لكم انا عملت ايه. بصوا الجمال بقى، بصوا الحلاوة بقى اهو. اللي تقولك المكنة دي ملهاش لازمة، ولا لا لا، انت ما بتعرفيش تعملي. تعالوا بقى عندي وانتوا هتعرفوا بتعملوها ازاي. هعمل معاكم كمان صباع اهو. انا طبعا جبتها وفكيت الشريط من فوق، في اول الفيديو هتشوفوه. وقمت جايه عاملاه 3 شبار 3 شبار، وتقومي مخيطاه. يعني هتفكيها وتقومي عاملاها انت 3 شبار، تمام. وبعد كده بس، وهتقومي حطاها. شوفي بقى، انا كنت عاملاها على واحد، يعني انا ارتحت معاها على واحد. انت ممكن من الخيطه بتاعتك تكوني خدتي حته اكبر، ترتاحي على 2. عفوا. لكن انا كانت واحد مظبطالي الدنيا. بصوا انا مش هكدب عليكم، كان ممكن بعد صباع يطلع مترخرخ شويه، كنت بعيد عليه بس مش بفكه. اللي انا الحته الاخيره دي بكمل ايه، اللف بتاعها. عايزه اقول لكم بتنجز اهي زي كده بالظبط، بكمل بس اللف. عايزه اقول لكم بتنجز. انا الحله دي بالظبط اقل من نص ساعه. طخ طخ، ايدك لما هتاخد عليها صدقيني في ثانيه هتكوني مخلصه. هي عايزه بس ان انت ايدك تبقي مرنه. انا هنا كنت خلاص بقى خلصت وبوريكم. بصوا اهو، هتحطي وانت بتحطي هتغرزي ايدك لجوه لجوه كده بالمنظر اهو. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. بقول لكم ديت. بصوا اهي هعمل معاكم طبعا على الظهر الخشن. يعني انت بتحطي الخشنه بتبقى ايه اللي محطوطه اهي. انا بقول لكم هعمل على 2. انا بالنسبه لي 2 ما ريحتنيش، ما كانش بيطلع لي الصباع حلو. انا واحد هي اللي كانت معايا 100 100 اهو. بصوا انا هحطه وبعد كده ايه، بعمل الكرنب بعمله فيها. لما اجي اعمل الكرنب هطلع اوريه لكم ازاي. بصوا خلي بالكم، الرز اللي بيبقى طالع منها ده مش رز طالع منها، لا، ده بيبقى بواقي الرز من الصباع يعني بيبقى نازل من هو ايه، بيبقى زياده. ادي اهو. بصوا بقول لكم جميله جدا جدا. وانصحكم وانصح اي حد اللي هو يجيب المكنه دي يا جماعه. المكنه دي عشان محدش يضحك عليكم ب 30 جنيه، ولا ب100 ولا ب200. دي المكنه العاديه الخفيفه اللي كله بيقول ملهاش لازمه ورميناها. لا يا حبيبتي، يلا يلا طلعوها واستخدموها. شدوا الشريط 3 شبر، وتقوموا مخيطين، وتشوفي انت بقى ترتاحي على الاولى او على التانية او على التالتة. انا ارتحت على الاولى. وامشوا عليه وادهنوا الشريطه ميه عشان تسهل عمليه اللي هي ايه، تمشي بسرعه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو ريفيو عن مكنه الورق عنب. لو عجبكم متنسونيش في اللايك والشير.